جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه فرفر سبحانه فرفر سبحانه فرفر شمومنا وغمومنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نستعفذك ونستودعنا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمان وجوارك وإياذ من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا اللهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
غافلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأول وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتدار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من معنا منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا
والآخرة يا الله سلمنا. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من سورة ياسين والواقعة والإخلاص والمعوذتين، وما هللنا من قوله لا إله إلا الله، وما سبحناك الله حمدك، وما صلينا وسلمنا على نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عملنا من أعمال الصالحات في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة، نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها برها وبرها، خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا لي بعالوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا حسن الشاذلي والإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر واخي طاهر، ثم نقدم ثاني عبد الرحمن السكة واولاد مرمضار واخوانه الحبيب عبد القادر بن احمد جدا، حبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملك واخي عباس الملكي، ثم الحبيب علي بن وحبيب محمد بن طاهر الحداد وحبيب بكر قرسي وحبيب شيخ وتبوتي والحبيب عبد الله حداد سانين والحبيب حسن بهارون حبيب جعفر بن شيخنا السكة والحبيب علوي بن سكة بالسكة بكبوناقوم والحبيب عبد القادر بن سكة والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح بن مسلم حامد تنقول الحبيب هادي بن عبد الله الحدار والحبيب أحمد بن صالح الحدار سلام بن نونغان ووصولهم صاحب الحول الحبيب، ثم صاحب الحول باسمندي الحبيب صالح باسمندي ووصولهم وفرهم، ثم إلى روحي الحبيب اسمه الوليد حبيب محمد بن علي الهدار ووصولهم وفرهم، ثم إلى روحي الجدبة زين العابدين الجدبة أنس، ثم إلى الجدبة أنس عمر، ثم إلى الجدة به نيلي المرحوم با جنيدي المرحومة إبو ماريا المرحومة هبوب المرحومة أبو سكان المرحوم با يزيد المرحوم بأجوم المرحوم أبو جم، ثم إلى روح المرحوم حجي محمد قاسم المرحوم إبو سمرتي المرحوم بابا محفوظ ووصول مفرم، ثم إلى روحي صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسن البشي ووصول مفرم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه، أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا واهب العطيات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على الحبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله ييسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أقرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك زين السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك دايم بلا انقضاء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء.
صلوا عليه أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي كل من صلى عليه صلوات الله عليه كل من صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظة العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتبيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عنطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله فتنقل عليه. ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله وهو عليه. القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قرت الأقدار الأزلية بما قضت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة
والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير فالأفكار دوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف لأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأمس لا تفي بعشر مشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما خفته من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وما كانت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع وحلم بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حجرة ضم جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضم جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضة وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. بشرى لنا نن المنى زال العنا وفى الهنا والزهر أنزز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت شوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت البروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسمع يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيل العبارة مولة بكمال البشارة. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزرق السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز العالم الخفى إلى عالم الدهور
بعد تنكله في البطون والدور صلى الله قدر الله في عليه الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والوطء هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشف القناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور. صلى الله عليه وأنفذ الحقكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتلوة الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. صلى الله عليه فانفلق اصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صل عليه. حضرك رسول الله وكرمك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. اللهم صل وسلم عليه. مثاني فهزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقف الحسن بسعد مستمر ليس ينفع
جل أن يحصوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا الله سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وقريب الله وحبيب
صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع لأن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فوضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعت ولم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ada satu dalam ayat Al-Quran tafsir daripada Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Pertama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nomor 2. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah. Ibadur rahman, hamba-hambanya Allah, hamba-hamba penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang yang jalan di muka bumi ini haunan ay tawaduan ay takhalluq bil akhlaqil hasanah, berakhlak dengan akhlak yang bagus. Ini ciri yang pertama, ciri hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama haunan, tawaduan. Kalau ada hambanya Allah sombong berarti bukan hambanya Allah, ibadus syaitan namanya, hambanya setan. Awalu maksiatin, maksiat pertama itu al-kibru, sombong. Aba wastakbara, ketika iblis disuruh sujud oleh Allah, mereka menolak. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tir. Aku diciptakan daripada neraka, aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Masa saya mau sujud sama Allah? Masa saya mau sujud sama Adam? Ciri pertama, hamba-hambanya Allah itu haunan, ay tawaduan.
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri yang kedua, katanya Habib Ahmad masyhur, ciri yang kedua kalau mau jadi hambanya Allah, kalau ada orang yang bodoh, yang mencaci kita, yang menghina kita, maka kita katakan qalu salama. Iyalah bacaan kakek, iyalah. Kalau ada orang menghina kamu, maka kamu katakan iyalah. Iya, terserah kah? Terserah kamu. Ini urusannya ati kabeh, Pak. Soro iki. Lah panjenengan dilokno wong otomatis panjenengan bakal ngilokno wong otomatis ini. Kalau kita dihina sama orang, otomatis kita akan menghina orang. Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafid. Itu dulu pernah beliau dakwah di satu daerah, ke satu masjid. Satu orang Wahabi datang pada Habib Muhammad Al-Haddar. Anta kadzab, anta gini. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, dicaci habis. Lah kula kali sampean lak pengajian ditolak al badru seoleh berkat seoleh sangu. Iki Habib Muhammad Haddar ketika masuk masjid dicaci, antal kadzab, anta begini. Habib Muhammad Haddar melihat orang ini sempat sakit hati sedikit. Sakit hati sebentar. Akhirnya pulang ke istrinya, pulang ke rumahnya nangis. Habib Muhammad Haddar, kenapa kamu menangis? Saya tadi dicaci sama orang begini. Kata istrinya, loh kamu masih dicaci kok menangis kamu? Rasulullah dilempari batu kok. Bahkan sampai sahabat nutupi wajahnya. Jangan sampai batu-batu kena Rasulullah, sampai sahabat wajahnya tidak terlihat. Nabi sampai gigi gerahamnya patah kok. Kok kamu dicaci aja kok menangis? Katanya Habib Muhammad Al-Haddar, saya menangis karena saya telat memaafkan orang yang mencaci saya. Gimana Habib Umar caro? Gimana Habib Umar caro? Tak tahu lagi benih wali, saya wali daya kan ini. Ciri-ciri semua aulia semua, Mbak Abdullah semua, Mbak Muhajir semua ini dulu pernah dihina, tidak mungkin tidak dihina. Ciri-ciri sampean sukses berarti sampean dihina. Ada orang hasud, lah ndak sukses, lah ada orang sing hasud berarti ndak sukses. Den dia wong hasud wong melarat kono. Di mana ada orang hasud orang bodoh? Ndak ada. Pasti yang dihasud orang kaya, kalau ndak orang pintar, kalau ndak dakwanya sukses. Pasti itu dihasud. Yang ketiga, hambanya Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah. Ciri-ciri hambanya Allah kalau di malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini. Kalau kita bisa menjalankan tiga ini, maka kita termasuk ibadur rahman. Jalan di muka bumi ini tawadhu. Yang nomor dua, kalau ada orang yang menghina kita, sudah langsung kita maafkan mereka. Kalau yang ketiga adalah malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Anda harus jadi kiai, Anda harus jadi ustad. Sampai ada pengajian, ayo melok pengajian, dakwah sudah. Ayo melok manakiban, dakwah. Ayo melok yasinan, dakwah. Ayo melok horekan, dakwah termasuk kan yang ayo melok. Ayo melok. Nah, itu sudah termasuk dakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiga ini susah kita. Telu-telu ini susah. Memang lagi susah-susahnya. Menjaga hati supaya tidak sombong susah. Kalau ada orang mencaci tidak bisa membalap susah. Dan ketika bangun di malam hari sangat-sangat susah. Tidak ada ceritanya wali tidak tangi bengi kok ono. Ojo ngarep dadi wali sampean. Kola jaga cuma beda warung. Ke wali gerdunya mana? Nggih, bener wali daya hariannya mana wali gerdu. Khitamuhu misik insyaallah abi tak datang kola. Khitamu misik kan jangan Gus khitamu misik. Akhirnya insyaallah kayak minyak wisik. Insyaallah amin Allahumma amin. Seporanah. Kalau mun andi salah seporanah. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati Sya'ban kami dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Barokah majlis ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahli afaf
Mudah-mudahan barokah masjid ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin, solihat. Mudah-mudahan barokahnya majlis maulid, barokahnya Rasulullah. Mudah-mudahan orang tua kita kuburan jadi kuburan raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita masih hidup, Allah beri panjang umur, sehat wal afiat, zahir maupun batin. Barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ru'yaka ya Rasulullah, ru'yaka ya Rasulullah, ya ru'yaka ya Rasulullah. Mudah-mudahan akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Kita tutup sementara majelis. Permohonan maaf atas segala kekurangan dan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh dan kepada hadirin, dan saja saya hadir atau saya membantu atas terlaksana maulid setiap Kamis sore. Beliau Ustaz Al-Habib Taufik posisi di Malaysia. Beliau tak bisa hadir, malam menghubungi. Baik. Kita berdebat 10 menit. Sifat yang paling nampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan barusan yang kita dengar bersama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi 3 hal. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kamu seorang yang pemaaf. Tak gampang ring nyeporan nika. Mun mente sapa, mun nyepora ki edente epente sapora biasa. Mun ben minta sapora sapora, mun tak minta sapora tak sapora. Aneka sifat tesi ketinggal dari Nabi khudil afwa, pemaaf Nabi. Habib Muhammad Al-Haddar caci maki. Jeda tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedoreng maaf buta tak ketinggal ni kenyacat Kanjeng Nabi. Anta kadzab, anta sahir, anta majnun. Oh anta kahin. Itu macam-macam. Aneh setiap mare beda orang sebuta kelak nyacat. Itu ulang sebagaimana ibu nulang anak. Abid senulang abe kasar. Takut tanah. Mana anta yarhamukallah? Siapa kau? Kok begitu kasarnya kau? Memberi aku makan, menyuapi aku makan. Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana orang yang biasa menyuapi aku, yang penuh kasih sayang dan halus tangannya? Dia telah meninggal. Siapa dia? Dia adalah orang yang kau caci maki, orang yang kau tuduh yang tidak sama sekali. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saya cacing kok Kanjeng Nabi senulang sengkok. Naam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jaden teh ni kemampuan kita masuk bulan Ramadan. Ayo patangnya bora. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Dawu Nabi Umar gelek ngajak dek kebagusan. Senomor 3 wa'arid anil jahilin. Mun yo omongin ring butuh salama neng berpaling dari orang yang butuh. Pembicaraannya bodoh, perbuatannya bodoh, pergaulannya bodoh. Wis min fadlikum. Seporan aku letak polong bi sampean nambah ring butuh sampean ring butuh malah tak jen butuh. Ya. Telok ni mau negandi sulit pada sulit neka. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan. Andi sifat tawadhu. Tandi sifat sombong sama sekali. Nabi Isa ni kayak caci maki Nabi Isa ni kan. Nabi palsu, Nabi ini nunduk Nabi Isa sampai kaum Hawariyun seiman coba nah sambian meles membela diri walaupun tidak mencaci nunduk Nabi Isa. Abid engkau nyaretang ate untuk membalas cacian orang gede tak nemu. Etang ate tak ada untuk mencaci orang gede. Malam wa ibadur rahman ingki tandana kebulan Allah Subhanahu wa taala mun malam jaga. Apa? Naharuna battalun walailuna naim wa aishuna ya sa'aishul bahaim. Siang ngak renggerengan malam ngak betang teh dung kepi.
Karomah dedi macam tedung melolo. Le jahil dia kaki. Telok sifatnya dari Nabi. Khudil afwa. Perintah langsung bi Gusti Allah lebat malaikat Jibril. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Cek tolatole wis, cek tolatole ada orang budure. Halo. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Waduh. Itu apa? Itu ti orang, itu apa? Sampai mau ngedingaki omong orang tak sedih pak. Atau apa tu nyari kancah, atau apa tu nyari bareng. Tak kira nama bareng. Oh tidak lah. Kocak ya maga ya kayak magia Gus Bib Mahabib tina. Leja iya. Ngedingaki pun tanah kaki jeleso. Neka. Seorang sebanyak Habib. Sangkun tak pidato yang lah. Abang budak pegel lah. Amunya horak waki buru. Kula lah tak komentar aslinya, kayak mulai beri kula omong. Kula cak toro orang saya kena toro. Masalah kiai, masalah Gus. Cak toro aja. Toro saya kena toro boy. Ngajak orang takut ke Gusti Allah, ngajak tobat ke Gusti Allah, ngajak orang baca Al-Quran, ngajak orang untuk sholawat ke Rasulullah SAW. Hari-hari ngabangun tahunan perosak di acara. Ala kulli hal tu aki man oleh hidayah kapi. Man tak oleh hidayah tertulis mati bela. Kula benih tanda ke salon pada butuh. King lamun na joget, mabuk tak salat. Ale umat sabar ya. Umat Gusti Kanjeng tanggung jawab ku ya dan Rasulullah SAW. Karena sampean pun ngajak bengal ke Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan sesuatu haramakitna Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal terpada selamat kapi. Termoga pada 4 bulan Ramadan lancar rezekina, sehat badanna, termoga dipertemukan kembali di bulan Syawal bi qudratillah. Manteku ulah tu aki, terkencang muka. Kok mengko tak kenceng tak muka, terus buka bisa badan je lah. Lah terus dia remah, dina bangun si desa merosak. Dina bangun desa merosak. Dina bangun, aku ngajak takut Gusti Allah sholawat. Tinggi ni datang, barang kata tai dia. Tu aki kula kuat, tu aki kula sabar, tu aki kula beri hidayah dengan Gusti Allah. Montek beri hidayah kula ambu bi majelis rawa. Wallahi kula tak kenceng aslina. Kula sama wallahi kula tak kenceng lah. Putus asa lah. Ngasa saya remah bangun pancor, bangun pancor. Tina banyak disalah. Titi sabel tu aki kula oleh hidayah. Atene kayak pas sabar bisa muka. Mun nonton pre kapi pujar kapi lah. Tak ngurus. Coran-coran lesan mesan lah. Paham ki? Nah, moga pada selamat dunia akhirat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yugafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب الأقوى المخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك.
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإلهك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحس الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مؤمنين مسلمين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.